السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني الكرام في قناتي قناة لمسة. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين دي محمرة لبنانية أو سورية من الأكلات الشامية ومن المقبلات اللذيذة. تمام، تعالوا مع بعضنا نعرف هنعملها إزاي. ده عندنا فلفل رومي حلو بنحطه في الفرن يتحمر زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، بعد كده هو وشوية توم، بعد كده بنطلعهم نحطهم في كيس بحيث إن القشرة لما نيجي نقشره القشرة بتعزل. بعد كده ننضفه من القشرة ومن البذر. معانا في الجنب التاني معانا طاسة نحط فيها مادة دهنية، ونحط شوية بصل متقطعين كتير زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، بصل أبيض أو بصل أحمر عادي مفيش مشكلة. تمام، ده بيدي تيست وطعم حلو جميل يعني. بعد كده معانا شوية لوز ضوافر، بنسميه ضوافر عشان بيتقطع زي الضوافر، أو لوز سليم بس يكون متقشر. تمام، بنقلبهم مع بعض كده. تمام، بحيث إن الطعم بتاعهم يتجانس. بعد كده نكون قشرنا الفلفل وطلعنا منه البذر. بعد كده هنيجي نضربه بعد كده وهنضيف مع الحاجات دي. معانا هنا عين جمل متحمص ومتقطع بسكينة بنحطه بعدين بعد ما بنضرب خالص. معانا ده اللي فات ده توست. تمام، أو بقسماط وطحينة. معانا كاتشب ومعانا معلقة صلصة بوريه. تمام، دي كزبرة ناشفة هنحطهم في الخلاط أو في الكبة أو في الرحاية عندنا، بنضربهم هم والتوم بنضربهم خالص. بعد كده يبقوا بوريه زي الصلصة معانا، بنضيف عليهم التوست المفروم ده. بعد كده بنضيف البصلة مع اللوز. بعد كده بنضيف الكاتشب. بعد كده بنضيف معلقة الصلصة. بعد كده بنضيف الطحينة، شوية طحينة صغيرين. بعد كده حطينا بابريكا وحطينا ملح وحطينا الكزبرة. ضربناهم مع بعض خالص بحيث إنه يبقى معجون زي ما حضراتكم شايفين. بنضيف بقى بعد كده عين الجمل المتحمص ده، ما نفرمش ما نضربش تاني. بعد كده بنضيف شوية دبس الرمان، نغرفها تبقى معانا بالشكل ده. من المقبلات اللذيذة، جربوها هتعجبكم. حاجة هتفتح نفسكم على الأكل، حاجة جميلة جدا جدا يعني. أتمنى تنال إعجابكم. اشتركوا في القناة هتشوفوا كل جديد إن شاء الله وبإذن الله. أشكركم شكرا جزيلا. أسيبكم تستمتعوا مع المنظر.